قصدي لوجهك الكريم قد كتبت ما قد كتبته كما أنبت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهاية يا من كفيت للبلاء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهاية يا من كفيت للبلاء أزكى صلاة بسلام أرفع لك متابي وبأهل الفيام أزكى صلاة بسلام أرفع لك مكاتب وبأهل الفيام لك توجهت من المحرم لسالس الهجر فخر الهرم مناجيا بالشكر والشكر يا خير مغنى في المسكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب سليا على من سميا نبي الرحمة وسلم بالجميع وصل كتابي وصنائي يا سميع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما باب الله تبارك وتعالى لكاتب هذه الحروف القرآن بواسطة النبي جبريل عليه السلام الله تبارك والله على ما نقول وسلام على المرسلين وأجاب جبريل الأمين بالسلام لوجه من أوهاله خير كلام سلام سلام وسكرسي على الأمين وهي قدسي لوجهك الكريم بلغني لو سلامي وتقبل مني لوجهك الكريم أسم سوى ما لم تجيب وكسكرك الهوى مدليا العظم في هداتي يا من كفاني كذر السادات علمتني تحليما لا يخفى عليه سيف سالما للأفوى لخدني تلخنا السهل عليه جهلا مغنيا عن ارتحال إلا يخد ما لخير لا يمين ما ودعني أنا والكمون إلا يخد ما لم يؤمنون مداياتي بالكتاب للجنان يا ممكوس يا كبت والجنان ردت ما لله مجالسا فيها متأسس ديان من مسسي سخت الأمين معه ولا لغير ساعة أبدا الله لقد تبين لكل جاهل كونك لي آخرنا في الوائد يخرجني من مسس للجنة كونك لي بلا سلب جنة نبيت كل من راني بسلام بغير سكن على كل كلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من خبرت يدي وهب لي في كل شيء من الشعور المباركة ما يسرني ويدفعني ولا يدرك في شيء معه ولا يدري في شيء معه كتابه